السلام عليكم محبين تربية الدواجن. أسعد الله أوقاتكم وأتمنى لكم السعادة وراحة البال وجمعة مباركة على الجميع. رجعت لكم بهذا الفيديو وهذه الأجواء الشتوية. طبعا اخوان، عذرا على صوت العمل، لكن حبيت اصور لكم وانا اعشيهن اخواني اخواتي الاعزاء. عودتكم الا يصير عندي فد شي جديد. طبعا اخوان البولونيات فقط بس هاي، والباقي ما ادري من الرطوبة من البرودة، والحمد لله والشكر. اخوان الافراخ الكومرليات هديتن الولد صديقي، وذن ان شاء الله الالاده، وهذا هو الكورنج ان شاء الله هديتن صديق بس يكمل مكانن ان شاء الله يتوفق بيهن. ثاني حب الرمان تانيات طينا كلهن. اما بالنسبة لهاي الخانة اللي كانن بيها اليا كريم ماتن من البرد، فجبت هاي الافريقية وفعلها الفنر هنا، وهاي خانتهن تلاحظون اخوان. واجيب لين اكلين وارجع لكم. تلاحظون الفرخات حبيبي، نعم طيتن عشان راح ابدل ميهن وارجع لكم. اخواني الاعزاء، الحله مال الستنيت مثل ما قلت لكم حاليا جواهن ابيض، وهالفنر وطيرته جاي لمن عيش. وهاي الطيرة ما قال لكم عليها، عزلتها ويا هذا النفاخة، يم النفاخة بس بيضة ان شاء الله. اذا بيضت اشيل ابياضهم واعزل الطيرة وارجع طيرتين اللي هي هاي، يعني هم تاخذ راحة. صار لها هواي ما بيضت هي. والألايج اخواني لا تلاقونهم على وجه البياض ان شاء الله. وهاي الهنداوي، وهذا الاشعل الاسود بعدني ما جايب لهن البوايض. هذا فرخ القرافة، هذا الابو، وهاي الاماي يمكن ما مبينة عندكم بالتصوير، حلتها ظلمة. اما بالنسبة للهنداوي حاليا جواهن زادل، وهاي طيرة الكومرلية. طلع لكم الفرخ اللي جواهن الزاجل، هذا اخوان ما شاء الله حاليا زاقاته ما شاء الله. هذا ابن الزواجل اللي عندي، بداية جدري بس راح عالجه صبغة ظافر لاحقه.
أو قالوا أكسجين وبعود مال تنظيف الأذن. إن شاء الله أعالجه ما أخليه هيك. أما بالنسبة لحب الرمان هذا الفحل، عزلت أخته خليتها ويل أبوه، راح أصورها لكم زوجها. وأنا هاي السيرسة مثل ما قلت لكم جاي تبيض بس بدون فحل، يعني البيض مالها للأكل خليته. أما بالنسبة لهذا الإسباني طلعته من الخانة. ظني لبطوط، يعني لحد الآن ما مبين علامة جاي تبيض لحد الآن، بس اخوان جاي إذا تلاحظون بس اخليه لان ما يسبحن بي ويوسخن وداريت وياه. لأن اخوان ظني المخاليف نزلتن بهاي الخانة الكبيرة، حاليا اطيتن عشاهن. ذني حب الرمان، هذا الفحل، وهاي الطيرة اللي هي بتة حاليا متزوجات. هذا كلين طيتنا كلين، وهذا ميهن. وأما بالنسبة لهذا الأرفلي وطيرة الكارة اللي حظن الجواهن، ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك. هاي أفراخ اخوان الفنر، هذا تلاحظون ما شاء الله. هذا الثاني ما شاء الله. وأنا جاي استخدم الهين فوق الاكل مالهن. انا طبعا اعلفهن شعير مخبوط، اكثر شيء شعير، لكن اخبط عليه سبق ان قلت لكم قرنفل، جبت بلف وزنجبيل، كركم وزنجبيل وقرنفل وزنجبيل وثوم، هذا كله مطحون، قرنفل وزنجبيل وثوم. واتذكر الرابع وارجع لكم.
وان اعذروني لكن اكمل وياكم بعد انطفاء الكهرباء. قرنفل وثوم وكركم وزنجبيل، هاي الاربع اشياء. وراح ان شاء الله اضيف لهن الحلبة، حلبة مطحونة، وارجع ان شاء الله اخبطها ويا الاكل وانطيهم. وبهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية هذا الفيديو الظلامي. لا تنسون تتابعونا وتشرفونا بالقناة باشتراككم، واستودعكم الله.